السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا احنا لسه في العيد فهنعمل مع بعض لحمة اللسان. هنعمل مع بعض صينية بطاطس بلحمة اللسان، والشوربة بتاعتها بقى حاجة لا يعلى عليها. زي ما انتوا شايفين دي علقة لسان، كانت عند الجزار، قلت له انا عايزة العلقة كلها. خدتها وحطيتها في مية بتغلي مع بصل وورق لوري. طبعا العزومة دي والدتي اللي عاملاها لينا، مش انا اللي عاملة الكلام ده، هي اللي عاملة. وحطينا رشة فلفل، وهنسيبها على النار لحد ما لحمة اللسان بتاعتنا تاخد 3/4 سوا. وهنا انا بوريكم هي لسه ما استوتش، وهنبتدي نعمل صينية البطاطس. عندي هنا البصل، هي بتحب تشوحهم الاول، ما بتحبش تعملها ني في ني، يبقى طعمها حكاية طبعا. بنفضل نشوح فيها لحد ما البطاطس تدبل معانا. اهم حاجة انتي شوفي درجة اللون اللي انت عايزاها، هي بتحبي تخليها فاتحة شوية بس في نفس الوقت تبقى ايه، قربت على السوا. وهنا عندنا طماطم مسبكة وعيناها، ما فيهاش اي حاجة غير شوية فلفل اسود بس. وهنزود المية طبعا عشان البصل يستوي، وطبعا توم حوالي 10 فصوص توم عشان الكمية كبيرة، يعني كمية البطاطس. بنقلبهم كده مع بعض كويس، وبعدين بنزودها ميه. حابه تزوديها شوربه من شوربه اللسان براحتك، بس احنا بنحب نشرب الشوربه. ونبتدي بقى نحط البطاطس بتاعتنا. احنا ما حطيناش فلفل اسود لان في الصلصه كان في فلفل اسود. وابتدي بقى ان انا ايه ادخل البطاطس كده واقلبها كويس في الصلصه عشان ايه، نسيبها تستوي. زوديها ميه، الصلصه متسبكه كويس يعني. هنا احنا زودناها ميه وهنسيبها بقى على النار لحد ايه الملح طبعا. حطينا الملح بتاعنا وهنقلبها كويس. خد بالك البطاطس يعني بتحب الملح، ما تبقاش حادقه، اظبطيها يعني. بنقلبها كويس وهنسيبها. والدتي بتحب الشطه في البطاطس، طبعا الطعم بيبقى خطير، هي حرقه شويه بس بتبقى جميل. هنا بعد ما لحمه اللسان بقت 3/4 سوا شيلناها من على النار وحطيناها زي ما انتوا شايفين في الحوض. ليه بقى؟ عشان هننضفها واحنا بنشيلها كده وبنسلقها على طول. شايفين هي بتتنضف معانا بكل سهولة. كل القشر ده بيتشال بكل سهولة، شايفين والدتي بتشيله بكل سهولة معاها كده بإيديها بيطلع. فما أخدش معانا حاجة، هي اما بتستوي القشر ده من وحده بيبقى ايه، بيتشال على طول. معرفتيش تشيليه بإيدك ممكن بالسكينة، بس هو بالإيد بيتشال عادي. هنشيل كل الحاجات دي منها وهنقطعها زي ما انتوا شايفين التقطيعة اللي انتوا حابينها طبعا. بنقطعها مكعبات، وبعد كده عشان نديلها التشويح طبعا معلقة سمنة بلدي والحبهان والمستكة بتوعنا هنحطهم، ونحط اللحم. وبعد كده نجيب الشوربة اللي كانت اللحمة عمالة تستوي فيها طول اللي هنجيبها ونحطها عليها. دي بتفرق يا جماعة في الطعم، التشويحة دي بتدينا طعم خطير. طبعا احنا واحنا بنسلقها في الاول محطناش ملح، فهنبتدي ان احنا نحط ملح الوقتي عشان هي هتكمل الباقي، يعني هي 10 دقايق ربع ساعة وهتكون استوت، بس بنحط الملح في الآخر. وهنا البطاطس زي ما انتوا شايفين شربت الصلصة بتاعتنا. اللحمة هتستوي، هناخد منها كام قطعة وهنحطها في صينية البطاطس وندخلها الفرن كده تاخد لها تحميصة جميلة، بيبقى طعمها خطير. اتمنى ان الوصفة تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا ايه رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.